في إطار يعني تظاهرة جديدة تنظمها الوزارة وتشرف عليها ومكلفة بإنجازها ومتابعتها إدارة الآداب بالتعاون مع اتحاد الناشئين، دورة أولى لربيع الكتاب التونسي. الدورة هذه انطلقت يعني في مارس، تتواصل تقريبا 18 مارس وتتواصل حتى 30 ابريل. قسموا من خلالها وفي اطارها البلاد الى 5 اقاليم. احنا اقليمنا سوسه، القيروان، المهديه، المنستير. تنطلق اليوم في ولايه القيروان التظاهر على مستوى الاقليم، لان القيروان هي عاصمه الاقليم، وكل عام باش تكون ولايه من ولايات الاقليم هي العاصمه التي تحتضن التظاهره الرسميه. لكن مع هذا فانه كل ولايه الاقليم وكل ولايه الجمهوريه بطبيعه الحال تعيش على وقع وعلى ايقاع هذه التظاهره الجديده اللي تهتم بالكتاب ويعني كذلك بالكاتب كذلك بالقارئ. تونس تقرا، هذا هو هدفنا، ومن الاشياء اللي تعمل عليها الوزاره انه تماسوا ويقرأوا. مجهود كبير يبذل على مستوى المؤسسات من خلال اداره المطالع العموميه. المكتبات العموميه اللي منتشره في كامل التراث الجمهوريه تقريبا ما ثماش قريه تجمع سكني ما فيش مكتبه او قريبه منه مكتبه، وفي بعض المعتمديات يوجد اكثر من مكتبه. هذا الى جانب الجيل الجديد من المكتبات العموميه اللي نوجدوها وبدات في التسعينات، وهي ما نسميوها بالمكتبات الجهويه، وذلك على غرار الجيل الجديد من المؤسسات الثقافيه التنشيطيه واللي اطلقنا عليها مع بدايه الالفيه الثالثه والمركبات الثقافيه. وان شاء الله احنا في المهديه يكون عندنا المركب بتاعنا في القريب العاجل يا رب ان شاء الله. كل مساله وقت والاعتمادات مرصوده من 2008. نحب نهني المثقفين اللي جاوا اليوم يتابعوا فينا، خاطر ثم برشا من الناس يتساعدوا. هذه فرصه. نقول المشروع مرسم من 2005، الاعتمادات مرصوده ومحوله للجهه موجوده من 2008 وقيمتها 2 مليارات 344. وتو ما عشنا في الحاجه الوزاره معنا في اطار متابعه المشروع يعني عازمه اني باش تضاعف المبلغ، يعني باش نوجدوا عندنا يكون عندنا مركبه بقيمه 4 مليارات بحول الله. فقط مساله تسويه بتاع مساله عقاريه ان شاء الله تتسوى المساله العقاريه ويكون عندنا المركب ان شاء الله في القريب العاجل. قلت هذه يعني العدد الهام من المؤسسات اللي تعنى بالكتاب وهي المكتبات العموميه، وكما قلت جيل جديد بدا في التسعينات المكتبات الجهويه، واللي ان شاء الله ايضا على مستوى الهيكله والتركيبه بتاعها باش تعرف تطور، كله من اجل الكتاب، كله من اجل القارئ، وكذلك كله من اجل الناشر، ومن اجل انه الكتاب التونسي معناها يمشي ابعد مسافه ممكنه ويكون يقراه اكثر عدد ممكن من الناس، ليس فقط في تونس بل في الوطن العربي، وكذلك يترجم الى لغات اخرى. احنا في المهديه اخترنا انه تكون الانطلاقه بتاعنا اللي انطلاقتنا في الاقليم هي اليوم 6-13 ابريل، هي اقليمنا نحن والاقليم الثالث. غدوه الانطلاقه الرسميه باش تكون في القيروان يوم 7. توجهنا بالدعوه الى بيت الحكمه، فاجابت مشكوره بالايجاب، وتشوفوا قدامكم اليوم معناها بيت الحكمه معنا موجوده. والمجهود هذا الظافر بين المندوبيه وجمعيه احباء المكتب والكتاب على راسها السيد عبد السلام غراد اللي هو رئيس الجمعيه وفي نفس الوقت امين المكتب الجهويه. نحبوا نحييه من خلال كافه اعضاء جمعيه احباء المكتب والكتاب بالمهديه، وكذلك جمعيه احباء المكتب والكتاب بقصور السياف، وكذلك بالشاب، واللي ان شاء الله سيدعوا لنا قريب، وان شاء الله كل معتمديه تكون فيها جمعيه احباء المكتب والكتاب، واللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير وعندها تظاهرات واعده خلال هذه الفتره وحتى نص ماي ان شاء الله في مختلف المعتمديات في اطار هذه التظاهرات. قدمت ذولي صوره اصبحت واضحه. نرحب اليوم بضيوفنا اللي جاونا من بيت الحكمه، وسامحوا لي باش نقرا باش ما نغلطش في الاسماء، ما تعودش نجبد ورقه ونقرا راني. سي الاستاذ خالد يوسف، اللي هو مبنى المهديه واللي هو المدير العام للنشر في بيت الحكمه، واللي باش يحدثنا عن هذا المجال وعن الجانب الجغرافي اللي هو
وأداء عمل مؤسسة كبيرة الهامة اللي هي مؤسسة مرجعية تلعب أدوار عديدة. إن شاء الله هذه الأمسية تكون يعني في مستوى تطلعات المثقفين في ولاية المهدية، وإن شاء الله أيضا تكون الرؤية الجديدة لطريقة تقديم الندوات على هذه الشاكلة تعجبكم. هو رهان أيضا جديد، أول مرة أنا 7 ولايات للسابعة أنا أشتغل، عمري ما عملت حاجة من النوع هذا، لكن فكرت اليوم علاش ما يكونش عندنا جلسة في شكل منتدى يزينا من طاولة وبيننا وبين المستفيد، يكون الباذل والمستفيد هما في يعني مشهد واحد. طبعا يدير هذا اللقاء وباش نعطيه الكلمة بعد مباشرة وأنا أتنحى أنا والمصلح من أمامكم، اللي هو سي عمار العشي، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة سوسة كلية آداب سوسة، هو ولد المهدية أيضا، ولد الجهة. وهذا رهان أيضا آخر، كونه ارتقينا في كل مرة المندوبية بصفتها جهوية تنظم نشاط، يكون منسق النشاط أحد أبناء الجهة، ويكون كل مرة من معتمدين حتى يحس أبناء الجهة كاملة كونوا المندوبية بتاعهم والإدارة الجهوية بتاعهم من هبيرة للمهدية ومن ولاد شامة الملوش. عدم حضور الأستاذ الجليل الموقر هشام شعير، وهو كاتب بامتياز في الولايات التونسية، أعتبره معناها المثقف معناها المثقف بالمعنى الكبير، سي الانتلكتوال. وكان فعلا معناها شرف عظيم ان يحضر بيننا الاستاذ هشام شعير، ولاول مره على ما اظن في مدينه المهديه. لم اعلم سابقا انه جاء الى المهديه ابدا. حتى في الساحل الكبير جاء الكليه، جيش الفضاء العام. اي جيش الفضاء العام هذا فضاء العام. شرفنا في مناسبتين 2005 و2009 لتقديم كتبه الجيده الاخيره. لكن هذا لا معناها شرفنا لا ينقص طالما ان الاخ خالد مصر قد حضر ولا رسم قد حضر، وهما من صميم بيت الحكمه. وطبعا انوي تقديم الاستاذ هشام شعير بما يشرف لي، لكن الان ساقتصر واوجد في تنزيله مكانته معناها وطنيا وعالميا. فطبعا هذه التظاهره تتنزل في ايام الكتاب التونسي، وهذا معناها شرف عظيم، وهذه سنه معناها اتمنى ان تصبح متجذره في ثقافتنا اليوميه، او معناها تصبح معناها من التقاليد العريقه، لان الكتاب اسم اكاد معناها اقدسه، لاننا فعلا قبل كل شيء نحن الكتاب، ولان الكتاب ذلك الكلام المنثور بين ضفتين بالاحرف ادخلنا او ادخل الامه تاريخ الامم من بابها الواسع. لم تكن للامه العربيه بما فيها تونس تاريخ معناها انسان يذكر لولا الكتاب. والكتاب فجر فيما بعد معناها كل طاقات الامه العربيه. نعلم ان كل مداخل المعرفه انطلقت من الكتاب القران، لان القران يصف نفسه بالكتاب، وكلمه الكتاب متواتره فيه، ومفردات معناها مشتقه من الكتاب متواتره، هناك المداد، هناك القلم، هناك الحبر، هناك مشتقات كثيره من كلمات كثيره تحيل الذهن الى المكتوب. وفعلا في وقت ما معناها اصبحت حضارتنا حضاره كتاب بامتياز، وانتشرت دور او بيوتات الحكمه في كل من بغداد والقيروان والقاهره، وقبل ذلك في دمشق. كثير لا يعلم ان دمشق زمن بني اميه قد
كانت فيها بيت حكمة. أن تستعرض من خلال مداخلتي هذه مختلف المراحل التي مرت بها هذه المؤسسة العلمية العريقة، وأن أعطي بسطة على أهم النشاطات التي أنجزتها على امتداد 30 سنة. نذكر بالخصوص جمع أعلام الثقافة البارزين وتمكينهم من مواصلة تطوير البحث في مختلف مجالات النشاط الفكري والعلمي وتبادل المعلومات، المساهمة في إطلاق اللغة العربية والسهر على سلام استعمالها وتجميع قدراتها وتطويرها لكي تواكب مختلف العلوم والفنون، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الشبيهة بها العالم. شركة تونسية التوزيع التي لم يبقى منها الآن إلا الأفلام العربية الجداد التي تعيش أزمة مالية خانقة هذه الأيام. وفي إرادة وزارة الإشراف كان هنالك تقاسم واضح للأدوار يقع ضرب وفق عقود نشر مشترك تبرر بين المؤسسة وتشبه والتشجيع على الباحثين والمؤلفين كان له الحكمة ولا يزال يساهم في تطوير الحالة الثقافية في بلادنا وتنشيطها. وفي نفس السياق قام المجمع بمناسبة السنة الوطنية للكتاب بتوزيع بصفة مجانية أكثر من 60,000 كتاب على كافة ولايات الجمهورية لتمكين كل المثقفين في المناطق الداخلية وغيرها من الاطلاع على منشوراتنا وقراءتها والاستفادة منها. وأن احتفالكم بها في مدينة المهدية ذات الإرث الحضاري العريق هو تكريس عملي لما تعيشه بلادنا من تفاعلات مظلمة في كافة المجالات غايتها الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة والارتقاء العلمي والمعرفي. وكان الحرص كبيرا على أن يكون التنظيم الجديد مواكبا للتطورات التي شهدتها الأكاديميات العالمية الكبرى، ومؤمنا للاستقلالية العلمية للمجمع ومنفتحا على جميع مجالات الإبداع. ويتكون المجلس العلمي الحالي من 5 أقسام هي: أولا قسم العلوم الرياضية والطبيعية بما في ذلك الطب، قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بما في ذلك الحقوق، قسم العلوم الإسلامية وهذا قسم جديد لم يكن موجود في المجلس العلمي السابق، قسم الآداب، وقسم الفنون. الفنون بأتم معنى الكلمة، الفن المسرحي والفنون الجميلة، كل أنواع الفنون. ويعتزم الدكتور هشام جعيد توطيد العلاقات مع المجامع الأجنبية وربط الصلة بالمؤسسات العلمية والمعرفية في تونس والخارج لتوسيع وتعميق التعاون في مجال تبادل الخبرات وتواصل الأكاديميين والاطلاع على إنجازات الباحثين من خارج المجمع والاستفادة منها، كذلك التعريف بأعمال باحثينا وإنجازاتنا الأكاديمية حتى يصبح بيت الحكمة قطبا مشعا بالداخل والخارج. كما قرر رئيس المجمع بعث جائزة سنوية باسم بيت الحكمة ذات قيمة معنوية ومادية هامة على غرار ما هو معمول به في أكبر الأكاديميات العالمية، وتسند هذه الجائزة لأحسن الأعمال العلمية والمعرفية والفنية ذات المستوى الأكاديمي الرفيع. شكرا. فقط نسأل في مشي مجلة من بعض مع الأسئلة الخفيفة، مجلة موقع حول الموقع، يعني موقع البرنامج، والخميس هذا ما نعرفش شنو البرنامج بالضبط، شنو أكثر معلومات. خميس بيت الحكمة قلت، يعني هل سيقع مثلا مش عارف شنو المواضيع، قلت مثلا الموضوع القادم مش باش يكون كتبت عليه الجرائد اللي سمعت نطلب بها أكثر معلومات. المكتبة هذه مفتوحة للعموم أم مفتوحة للباحثين فقط؟ أن نعطي صبغة عامة للوضع الثقافي في تونس. هو الثقافة النخبوية مهيمنة، فما أحوجنا إلى أنها تصبح أكثر قدرة على الاختصاص بالناس، أنه الأسلوب في الوزارات، الأسلوب في الإصلاح، الأسلوب في التغيير الاجتماعي أسلوب فوقي، أسلوب ثقافوي، أسلوب تقنوي سياسي إداري، ماهوش أنثروبولوجي ثقافي اجتماعي جماهيري
وهذا اللحظة التاريخية اللي نعيشها اليوم هي لحظة خصوصية تشبه 56 باعتبار انطلاقة جديدة لبناء ثقافة مجتمعية حقيقية مش شكلانية معناها. يعني عنديش علاقة كبيرة بالثقافة الكل، لكني ديما على الفيسبوك قد بروح على أساس فيلسوف سياسي، بلغة أخرى يساعدوك المعلومة نلقاها من كل بقعة نوزعها في أسرع وقت. بيت الحكمة بالنسبة لي هذا تكنة اكتشفتها اليوم، نجم نقدم برشا خدمات لتونس خاطر الصراع الثقافي وعمر ما باشتراك توانسة يتقاتلوا إذا كان المجرمين العباد اللي تتاجر بالأرواح تخرج من الساحة، وهذه فرصتكم. نشكركم على حضوركم في الميدان. عن جمعية أحباء المكتب والكتاب نشكركم على الأمسية من التعريفية بالنسبة لبيت الحكمة. بالنسبة للجمعية نتمنى يكونوا منها هوني نقرأ يكونوا عندكم 60,000 كتاب توقع توزيعهم منها بالمجاني وبالكاد، هل أنه المهدية وصل لها نصيبها واحنا مقصرين في حق منها شخصيات اللي ترجع للمهدية منها كيف سي عبد السلام والكامل منها وقت اللي توفى وكل ما وقعناش ما زلتش يكون وقع تكريم في المهدية رغم اللي هو كانت منها يعني كان سي احمد عبد السلام رغم اللي هو من اصل مهدي وبالكاد. نتمنى يكون يوقع اعتباره واعتبار منشوراته، ونتمنى يكونوا منها بيت الحكمة يكون معناها يعني عنده كي ريبريزونتوار في الولايات، يعني كل ما تتيح الفرصة باش يكون متواجد في الأنشطة نتاع الجمعيات والكاد، يعني ثم تكامل بين بيت الحكمة والجمعيات تنشط في منها في شأن الكتاب، نظرا لكونه ثم تكامل بيناتهم. إذا مرحبا بكم وكان سي خالد ومدام ثريا. شفتوا التفاعل، شفتوا الناس كلنا انتظروا سي هشام، صحيح انه جات الظروف، على كل حال المقترح مع سي عمار واضح بلغوه وقت اللي يحب، هو وقت اللي يحب احنا جاهزين. يقول انا غدوه باش نجي المهديه، غدوه دون 12 دون 6 اور احنا نحضر ما عندناش مشكل. لا يقول مش مراسله، مش باش نضغطوا عليه، مش باش مضغطه عدليه عملت مراسله وما جيتش، لا يقول باش نجي، والكان زاد في التاريخ مش مشكل. وبالمناسبه فرصه في اطار التفاعل انه نكرموا اول مدير للحكمه اللي هو مهدي، نعطوا له منشوراته، نجيبوا شكون من اولاده يحضر التكريم بحضور سي هشام، تكون يظل نعوضوا احسن تعويض. هذا يمكن المفاجاه اللي فاشوا بها المثقفين اللي كانوا ينتظروا في سي هشام ما بقاوش، كي تتعوض يكون هو موجود وفي تكريم سي احمد عبد السلام. انت قلنا يعني هو اول مدير بيت الحكمه، اول من المهديه. شوفوا احد ابنائه يحضر ونكرموه ويكرموا سي هشام، وتولي في الوقت صوره جميله جدا. رؤساء الاقسام اختاروا كل قسم من الخميس نتاعو. دونك القسم الاولاني الخميس الاول من كل شهر هو مخصص لاجتماع قسم الاداب. الخميس الفارط اجتماع تقدم الاستاذ حمادي صمود والاستاذ عبد القادر البهيري ترجمتهم المعجم، هو المعجم هو نسيت اسمه انا، المعجم اللي خدا جائزه خادم الحرمين عملناه، هو قاموا به في اطار مركز الترجمه يتولي، ومعجم الديكسيونير دو ديسكور جو كخوا تاع اسوان، معجم تحليل الخطاب، تحليل الخطاب فوالا ليلة الديسكور. دونك قدموه من الخميس الفارط، وحنا عملنا كوميونيكي دو بريس وبعثنا عندنا ميلينغ ليست نتاعنا فيه 1000 بيرسون ابوبري، بعثناهم الكل. ما نجموش تبعثوا باغ بوستال ونعملوا خاطر بون شوي كل خميس هي دوريه. دونك عملنا كوميونيكي دو بريس سيتي كان مهم جدا، اما الحضور مفتوح للعموم، الحضور ماهوش كبير برشا خاطر ماهوش مستلزم خميس مقبل باش يقدم الاستاذ فتحي الويتي كتابه جديد موسيقات علي الويتي كتابه جديد موسيقات من تونس، ميوزيك دو تونيزي. دونك نهار الخميس الجاي على الساعه 4 في
بيت الحكمة ومفتوح للعموم، مرحبا بكم. والموسوعة التونسية التقديم نتاعها هذايا جودي 11 افريل، والموسوعة لو فوندردي نهار الجمعة 12 افريل على الساعة 4 زادة في بيت الحكمة. الباب هذه اللي متخصصة في الأديان هي مفتوحة للعموم. بقى شكون باش يجي المكتبة متخصصة في الأديان؟ إيفيدامون باش يجيو الباحثون المختصون اللي هما مكتبة أخرى ولا كذا؟ لا، عندنا مكتبة بيت الحكمة مكتبة عامة. المكتبة العامة مفتوحة للناس الكل، وحتى مكتبة باب اللي يحب يجي. أما سبب سؤالي باش يجي هو مختص في الأديان، باش يشوف مكتبة هكا فيها مخطوطات نادرة ومستوى عالي جدا للمختصين برشا. مجلة بيت الحكمة مازالت هي ثم مشروع أنه يكون مجلة للمجمع فيها الأنشطة بتاعه، ولا كل قسم يعمل مجلة للنشاط بتاعه، أما هذا مشروع مستقبلي. فيما يخص الملتقيات بتاعنا والنشاطات بتاعنا الكل، السيت بتاعنا مازال ماهوش اكتواليزي بالدقة. الفيسبوك بتاعنا فيسبوك بيت الحكمة اللي بلوز اكتواليزي، هذاك كي تحلوه ديما تلقاو فيه اليوم محطوط فيه توا على خميس بيت الحكمة وعلى الموسوعة وكل. دونك يكفي تدخلوا معنا امين في السيت بتاعنا باش تبداو على علم بالنشاطات الكل. إلي أوسي إفيكاس كو سيت بتاع مهدية ريفولوسيون. أود أن أقول يعني الآثار تاع بيت الحكمة هي كما يدل خبرها معناها فهمت بيت الحكمة لا ساجيس معناها المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، يعني أثرها على الثمار نتاعها ليزامباكت نتاعها زانفلونس على الشريحة التلمذية والطالبية واليافعين، وخاصة في إطار العلوم. أنا في يعني سلسلة العلوم هذه يعني الاهتمامات نتاع العلوم معناها نتصور ثم علوم إنسانية، ومن العلوم الإنسانية معناها ماذا بينا لو كان نشوفوا معناها آثار معناها ولقاءات وترجمات فهمتي لعلم النفس الطفل واليافعين وشريحة الشباب، يعني تكون معناها الهيكل هذايا أدى معناها خدمة كبيرة برشا للشرايح هذه، معناها أنه باش نبنيو باش معناها فهمتني يعني نقلوا من الآثار نتاع يعني الجنوح إلى الجريمة. تونس اليوم تفتقد إلى مجلة علمية محكمة. كي نسمع أنا عبد القادر المهيري وحمادي الصمود وما من وما باش ما نطولش، فأقترح أنه بيت الحكمة تفكر جديا في مجلة علمية محكمة، خاصة وأن 9 أفريل وكلية الأدب والفنون إلى غير ذلك بما النوبة كل منهما تمتلكان مجلة علمية. والحال أن بيت الحكمة يضم بين أحلائه جمهرة أعلام الفكر والمعرفة في تونس. تجاوز هشام جعيد السقيفة، ثم هل اتجه إلى اليمين أم إلى اليسار ليصل إلى هذه الكنيسة؟ والسؤال الثاني، هل حظي الرجل باهتمام الدارسين في قسم الحضارة؟ يعني هل هنالك أطروحات دكتوراه أو شهادة تعمق في البحث في فكر الرجل؟ وهل بالإمكان أن يذكر لنا يعني بعض الأعمال التي اهتمت بفكر هذا الرجل، وإلى أي مدى تحتاج البلاد التونسية في هذه الفترة الراهنة إلى تجديد الفكر الديني وقراءة ثانية لمتطلبات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ شكرا. أبي نقول بالنسبة للأطفال العناية بالطفل وعلم النفس، بالنسبة للأطفال بيت الحكمة راهي نعرفش معنا ولا أجازنا كتاب هو العنف في المدرسة، يعني الطفل والعنف في المدرسة موجود، وكذلك قدمنا عديد من الندوات مع وحدات بحث ومؤسسات مختصة في علم النفس الطفلي. دونك بالنسبة للطفل وهذا ساعد مناطق بيت الحكمة، وكل كيف يكون هناك اختصاص علمي وبيت الحكمة ما تنقصوش في سنة هذا العنف في المدرسة معمول باللغة العربية واللغة الفرنسية، لا فيولونس à l'école، بإدارة هو فريق عمل قومي نفسه بإدارة الأستاذ عبد الكريم محجوب، هذه النسخة الفرنسية. وبالنسبة لتكريم الأستاذ أحمد عبد السلام احنا نعتز به، هو رئيس بيت الحكمة، وبيت الحكمة كرمته
بمثابه ذكرى 20 تاسيس المجمع، يعني منذ 10 سنوات كرمناه، وان شاء الله في بيت الحكمه كمهور ونكونوا احنا متعاونين مع المندوبيه ومع الشباب التونسي باش نعاونوهم في التكريم هذا. عندنا اتصال العائله نتاعو هشام وكذا، ونحب الداخل نتاعها نحييكم الكل، نحيي الجمهور العزيز، نحيي سعد حسين الغربال اللي بادر باش يخدمني، وقلت له اللي سي هشام العائله انا واحد من الناس ما كنتش نتوقع منه باش يفرح بدرجه كبيره، حقيقه من عمري مشيت مهنيه ونحب نجي واصر والح، لكن نذكر لكم اللي كان جاش هذا الحدث يعني طارئ ولا كان يكون معنا هو يعني نتصور مش فرحان انه ما جاش. ان شاء الله نعودكم احنا الشعب كلنا في المستقبل المره الجايه يكون في اخر الوقت، ونشكر السيد مندوب والسيد